الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك ولا ولد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وارض اللهم عن أصحاب رسول الله ومن سار على نهجه وأتأدب بآدابه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
في ليلة جبر الخواطر. الحمد لله الذي جعل هذا اللقاء في أفضل يوم وليلة على الإطلاق بعد ليلة القدر. فلا أعظم في الإسلام من كل الليالي والأيام بعد ليلة القدر إلا ليلة جبر الخواطر. هنيئا هنيئا لمن عبد الله بأفضل عبادة. فالله قال في هذه الليلة لحضرة النبي: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لا تفعل مع الغير ما يرضيه، لا تفعل مع الغير ما يرضيه، ولكن لا بد أن تقدم للغير ما يرضيه. الله أرضى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في ليلة النصف من شعبان إلا حديثين بين الحسن والضعيف، لكن معنى الحديثين ينبغي أن نسير بهما وأن نسير عليهما وأن نستمتع بما رزقنا الله من قلب. يقول النبي في الحديث الذي رواه الطبراني وفي حديث آخر رواه ابن ماجه: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان على قلوب عباده فيغفر لجميع خلقه. الله، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. ما أجمل المسجد وهو عامر بالرجال. لا قيمة للبنيان إلا في وجود الإنسان. قالوها قديما جنة. لو انت في الجنة جنة من غير ناس ما تنداس. لا قيمة، يقول عمر بن الخطاب: لولا إخوان لي لأحببت أن أكون في باطن الأرض لا على ظهرها. يقول عمر لولده: إن أخاك الحق من كان معك. يا لسعادة بلد اليوم بما سمعنا من فخر بلدنا فضيلة الشيخ فاروق، جزاه الله عنا خيرا، وأسأل الله العظيم أن ينفعنا بما نسمع. أن تسمع القرآن، لا أريد منك أن تسمع القرآن بالآذان، ولكن عش مع القرآن بالقلب. الحبيب المصطفى علم الصحابة فقال النبي: اسمع عشان انت منهم، انت في الحديث ده. النبي عناك في هذا الحديث وذكرك اسما ووصفا ومعنى في هذا الحديث، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. اللهم لا تجعلنا
لا مش مع المشركين، الحمد لله ديت خلصنا منها. ونعلن صباح مساء لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليك وسلم. يا سيدي يا رسول الله. شوف سيدنا عمر بيقول لابنه ايه؟ يا ابني ان اخاك الحق من كان معك، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. اختلف محمد بن الحنفية. الخصام واجب مش حرام، اوعى تصدق حد يقول لك الخصام حرام، ده النبي اللي قال إذا خاصم يبقى في خصام، إذا خاصم فجر. لكن القرآن قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. اختلف محمد مع اخوه، مش انا اللي بقول، هم اللي بيقولوا لهم قدموا قدام شويه، بس اعتقد ما فيش مكان. انا بقول لعمي سعيد الجدعان بقى عشان نشتري الحته اللي ورا الجامع. اللهم لك الحمد. من تعامل مع المسلمين ومن تعامل مع اهل الاسلام فلا بد ان يفرح. اوعى تصدق حد يقول لك انا بنيت الجامع او انا السبب في بناء الجامع. الله هو الذي بناه، كان في عنايته وكان في رعايته وكان في معيته، فقدر الله وما تشاءون الا ان يشاء الله. يا بختك هقول ده وخلص. يا بختك يا اللي كلت من التفاح. يا بختك يا اللي كلت من التفاح بكلمة طيبة او بمشاركة او ببذل عمل او بتقديم تبرع. الجامع ده وجات له التبرعات من الاقصر، محافظة الاقصر، الى محافظة مرسى مطروح. والله لا نعرف كم كلف. لو حد قال لك الجامع ده كلف قد كده يبقى كذاب. والله لا نعرف كم كلف ولا كم انفق عليه الى اليوم. بقول يا بختك يا اللي كلت من التفاحة. قال الراجل انا عاوز ابني مسجد لنفسي. ليه يا عم؟ قال سمعت رسول الله يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فعاهد الله ونظر لله وقدم لله ان يبني المسجد وحيدا فريدا. والله ما قلنا للأستاذ هاني خضر عاوزين نفرش الجام، ولا قلنا للدكتورة شيرين عاوزين نفرش الجام. والله ما قدمنا طلب لهما، ولكن فوجئنا ان الطلب جه والموافقة جت قبل الافتتاح ب24 ساعة. لماذا؟ لأن الله سخر الرجال وسخر النواب ليكونوا خادما لبيت الله. الراجل قال هبني جامع لوحدي، فعمل قصية الرد. وجت واحدة من الجيران قلت له انا ارملة جوزي مات وبهدي داري، عاوزك تتكرم علي وتاخد شوية الردم تحطهم في الجامع. قال لها بالثمن، لابد ان ادفع الثمن، لن يشاركني في العمل احد. قالت له ده انت لو خدت الردم اديتني فلوس لودر وجرارات وهدم. قال لها كده زي بعض. أتم الله عليه البنيان والكل يقول اليوم مبروك.
أتم الله عليه البنيان ونام، فرأى في منامه أنه يأكل من ثمرة تفاح، إلا أنه وجد امرأة تأكل معه، فقام من نومه مذعورا، حتى في المنام عاوز ياكل لوحده، فقام من نومه مذعورا وذهب إلى عالم يعلم تفسير الأحلام، قال له أنا شفت رؤية باكل تفاح بس واحدة بتاكل معايا. قال له أنت عملت صدقة جارية؟ قال له الحمد لله. هل شاركك فيه أحد؟ قال أبدا، ما حد شاركني في هذا العمل. قال اسأل وراجع دكاترة، دور. فجلس الرجل أيام حتى تذكر هذه المرأة، فأراد أن يقطعها من أكل التفاح، فذهب إليها وعرض عليها من المال ما شاء، وعرض عليها من الأطيان ما شاء، وعرض عليها أن تترك له هذا المكان، ولم تعرف ماذا رأى في المنام، لكنها قالت له أنت مستكتر أكل معك في التفاحة، فما رأيت يا رجل؟ رأت المرأة فأنتم جميعا صناع لهذا الخير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون في ميزان حسناتكم جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وبعد، يقول الواثق بعطاء الله عودت ربي. لا خلي بالك، مش بقول عودني ربي، عودت ربي عادة وعودني عادة. عودت ربي، انا اللي عودت ربي يمشي وراي. عودت ربي عادة وعودني عادة. عودت ربي بالإنفاق، أنا عودت ربي أطلع. عودت ربي بالإنفاق، وعودني بالإخلاف، فأخاف أن أقطع عادتي فيقطع عادته. ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا هنيئا لكم جميعا. ومن كل البلاد، ومن زارنا اليوم كانت له المشاركة في هذا المسجد. لم يبنى المسجد من بلدنا، ولكن بني المسجد من فلوس الإسلام ومن أهل الإسلام. والله حتى غير المسلمين، والله حتى غير المسلمين. القسيس بتاع كفر طنبضي عد علينا لقانا شغالين، قال خدوا نفحة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في أعمالكم، أن يبارك في أعماركم، أن يبارك في أولادكم، أن يبارك في مالكم، أن يبارك في مصرنا. اللهم يا ربنا في أشد أزمات أكثر من 73 واكثر من 67 مصر الآن جنود وشعب وشرطة وجيش خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح حسين سعيد السيسي.
اللهم يا ربنا اكتب له التوفيق. الله بص اللي جنبك حسن يكون ما بيقولش امين. اللهم يا ربنا اكتب له التوفيق، يا رب اكتب له التوفيق، يا رب اكتب له الرأي الصواب، يا رب خذ بأيده إليك موفقا يا رب العالمين، وكل الدول العربية. اللهم انصر الإسلام وأعلي كلمة المسلمين. اللهم يا رب العزة انصر إخواننا في غزة. اللهم يا رب العالمين انصر إخواننا في فلسطين. اللهم يا ربنا تقبل مني هذه الدعوة. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن غفرت له في ليلة النصف من شعبان يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا نظرة رضا يا رب العالمين. يا رب كيف أدعوك وأنا وكيف لا أدعوك وأنت أنت. اللهم يا ربنا اجمعني وإياهم تحت لواء النبي مع حديث النبي المرء مع من أحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عنا خيرا، نورتم المكان وشرفتم الزمان. أعان الله كفر البتنون وكفر الشيخ خليل على رد أفضالكم ورد جميلكم. جزاكم الله عنا خيرا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا استقيموا يرحمني ويرحمكم الله. سووا الصف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا ما طولتش عشان نطول دلوقتي. انتوا عارفين مين اللي بنى الجامع؟ والله العظيم ما بنى الجامع غير الفيسبوك. والله العظيم ما بنى الجامع. عشان كده بقول للشباب وبقول للكبار اهتم بكل كلمة، اهتم بكل كلمة ترددها على الناس. كلام الكريم على غيره كفضل الكريم على خلقه. سطور وبين السطور عبير تفوح علينا بترتيله.
فسبحان من أودع الحرف نور يفوح علينا بأسراره. كان في واحد اسمه خميس الفرماوي كان بيحب الجمع ده قوي، وربنا رزقنا بجوز بنته عشان يمتعنا الأول بآيات من الذكر الحكيم. فليتفضل مشكورا فضيلة الشيخ. لا في واحد صغير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
وكذلك جعلناكم أمة وما جعلنا القبلة التي كنت إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما قد نراك تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وما الله بغافل عما ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما بسم الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا فهو الأساس لمجدنا. هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان. النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا لساحة الإيمان. مش هقدر أشكر حد، لكن كلكم جميلكم على راسنا. وسيدنا النبي قال اللي يجاملك ما تقولوش متشكرين، ده شكر الكذابين. امال نعمل ايه؟ قال من صنع فيكم جميل فكافئوه. اللي يجيب لك برتقان اديله برتقان، ما تقولوش جزاك الله خيرا. مع شاعر المنوفية
ابن الكوم الأخضر الراجل الجميل الأستاذ السيد فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. بنبارك لأهل القرية الكرام هذه البقعة المباركة، وربنا يجعلها دايما في ميزان حسنات. اللهم سترا للعيوب، فالعبد دوما يأسم، استعظم المسيء أن يتوب، وجميل عفوك أعظم. فإذا ذنوبي قد نمت بين النفوس وقد غتت، فأنت الكريم الأكرم. يا ولاد بلدنا قيموا الأفراح، وادعوا المولى يديمها علينا. أحلى ليلة آخرتها صباح، نور متبعتر اهو حوالينا. حلقات كاملة الذكر مباح، صعب عنه حاجة تلهينا. دعوة جميلة بها نرتاح، نذكر فيها طه نبينا. دعانا ليها مجد صلاح، وعشان غالي أدينا لبينا. طبعا كل الحاضرين طبعا قامات كبيرة ما فيش كلام، جاية بالحب تبارك لينا. اصحاب المعالي عاليين المقام، زادت بيكوا البركة فينا. تحية مني مع الاحترام لقلوب تملي حضورها يداوينا. وده لاني شديد الاهتمام، والليلة دي اسعد ليالينا. فاروق طبعا اللي مشي، ورضا عبد السلام، بجد انتم نور عينينا. يا نفسي يا طماعة خافي من الحساب، شر البشر يا جماعة هو اللي عقله غاب. ونفسي قيام الساعة وجوه هواها داب. الدنيا دي خداعة فيها الأمل كذاب، اسعي بقى للطاعة تنجي من العذاب. يا نفسي يا طماعة خافي من الحساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك وجزاك الله عنا خيرا. مع الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع الابتهالات والمدائح النبوية لجوز بنتنا. واللي يتجوز من عندنا يا شيخ محمود يبقى سيدنا، وعاوزينك تمتعنا. بقول لك عمك خميس رحمة الله عليه كان بيحب هذا المسجد مع فضيلة الشيخ العالم العلم الحافظ القارئ الدارس للقرآن الكريم. أسأل الله أن يشرح صدره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وارحم أمواتنا واشف أمراضنا وألف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا. اللهم اهدنا
واجعلها سببا لمن اهتدى. اللهم على طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا. عفوك ورضاك عفوك واسمح لنا بالرضا واسمح لنا واغفر إلهي لكل المسلمين واغفر إلهي لكل اغفر إلهي لكل المسلمين يتلون في المسجد الأقصى في الحرم
نصلي جميعا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الطاهرة المباركة، فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله صلى الله على أحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله صلى الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله صلى الله على المختار صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أرجو رضاك
فبحق جاهك إنني بك مور وبحق جاهك إنني بك مور إنني بك مور والله الذي صلوا عليه اللهم صل وسلم هو فاضل 6 دقايق ومعانا النهاردة دكتورة شيرين اللي بتقول لي عم يوسف القاضي كفر البتنون وكفر الشيخ خليل بالنسبة لي بلدي. ومعانا الأستاذ هاني خضر ومعانا الشيوخ الأستاذ محمود ومعانا اللواء العناني. وبقول لهم لو جبتوا لنا من السما حته عاوزين كمان، وده دوركم في الحياه، واللي هيخدمنا كفر البتنون وكفر الشيخ خليل لا تباع، لكنها مع الرجال رجال. وبقول لرجال كفر البتنون وستات كفر البتنون اوعوا تمشوا بعد الصلاة، لازم يبقى فيه مؤتمر صحفي لهؤلاء في هذا اليوم الأغر المبارك. اللي عنده حاجة الناس دول يقولوا احنا خدامين البلاد الطيبة وما فيش أطيب من بلدنا. أول واحد صليت وراه عم الشيخ عبد الرزاق السيد الأسرى. عاوز اقول حاجة لضيوف كفر البتنون. واحد بعت لي امبارح مصاص قال لي كل اللي يجي ضيف لازم ياخد مصحف، بس المصحف في الدار، اللي هيمشي من غير ما ياخد المصحف يبقى رجع الهدية وشكله وحش انه يرفض كتاب الله. لو مشيت من غير ما تروح الدار يبقى انت رفضت تاخد المصحف، والمصحف ما انت نافع لو ما خدت المصحف. والمصحف غدا ايه؟ المصحف فيه كل حاجة، كل حاجة في المصحف. وهحلف على المصحف ان احنا اتغدينا مع رجب مع عبد الرزاق. هيقول 3 دقايق والشيخ محمد 3 دقايق. عبد الرزاق رجب، عبد الرزاق السيد الأسرى الطالب بالكلية. امه قالت لي خليه يقول ابتهالات عشان الواد ده صوته جميل، وابوها الله يرحمه كان محبا لآل بيت رسول الله. 3 دقايق و3 دقايق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا
واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا واحفظ مصرنا يا رب. نفحات العرش يمناه جل القدير جل القدير وجل ما أعطاه. شعبان أدرك بالقلوب تشوقا ريان شهر الصوم من مجراه. غفر الإله لمن أتاه بليله يرجو السماحة من ندى مولاه. شعبان يا فيض الكريم نورا لنا أرض الإله تعطرت وسماه رفعت إلى رب العباد تشرفا أعمال كل الخلق كي تلقاه. شعبان يا فيض الكريم نورا لنا أرض الإله تعطرت وسماه رفعت إلى رب العباد تشرفا أعمال كل الخلق كي تلقاه. يا رب ندعوك بأسمائك الحسنى يا من شفى أيوب حين رجاه. سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي. كلنا شوق كلنا شوق أن نرى في بيوتنا مثل هذا الطفل محمد. بقول لاخواتنا السيدات والله ولادكم ما يستاهلوا الاكل لانهم اهتموا بالشعر قبل الشعيرة. محمد دهوت له اخ لا بياكل ولا بيشرب ولا بيشوف ولا بيتكلم ولا بيتحرك وهو بهذا الحال. لكن اسماء عبد العزيز محمود علي من هذا المسجد حفظت ابنها القرآن كاملا وهو عنده 7 سنين. قولوا بسم الله بسم الله عليه وخيبة على اللي في الدار. بسم الله عليه. وولادنا
هياكلوا محشي دلوقتي والله ما يستاهلوه. لما بشوف محمد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذا الطفل أو بهذا الرجل أو بهذا القارئ، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
الله العظيم وبلغ رسوله الكريم في حمل التبرع بالدم في المسجد، في حمل التبرع بالدم في المسجد. جزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا اليوم الطيب المبارك في ميزان حسناتكم. وطبعا مدخل البتنوم مدخل شبين أستاذ هشام سويلم، أستاذ هاني خضر، والدكتورة شيرين، واللواء العناني، ونمبر 1 الدكتورة شيرين موجودة، وإن شاء الله هيتم تسفيله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.